السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض اكله سريعه، وكلنا طبعا بنحب السوسيس. محدش ما بيحبش السوسيس، لان السوسيس من الاكلات السريعه ودايما بنشتريها من بره، وطبعا كل الشباب بيشتروها سندوتشات من بره. فاحنا هنعملها في البيت، اكله لذيذه ولطيفه وسريعه. يلا نشوف مع بعض ايه هي المكونات. ادي ده نص كيلو من السوسيس. طبعا احنا اللي مقطعينه، بتقطعيه بالطريقه اللي انت تحبيها في البيت. احنا بنجيبه زي السجق، بيبقى صوابع، واحنا بنقطعه بالطريقه اللي احنا بنحبها. انا قطعتها بالشكل ده اللي هو زي الدواير، تمام كده. وادي حضرت معايا بصلايه كبيره، حبتين من الطماطم، وقرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي. عندك فلفل الوان حطي فلفل الوان، عندك كاتشب حطي كاتشب. وادي دي كل المكونات اللي عندي. يلا بينا دلوقتي بقى نشوف هنعمل ايه. ادي اهو انا حطيت الصينيه على النار، وحطيت فيها معلقتين كبار من الزيت يسخنوا كويس قوي، وننزل بالسوسيس بتاعنا. وادي اهو الزيت سخن معايا كويس، ابدا انزل بالسوسيس بتاعي نديله تشويحه. انا حطاه في صينيه كبيره بحيث ان انا اخد راحتي وانا بشوحه، اللي هو بفرد النص كيلو بتاعي كده، افرده في الصينيه بتاعتي بالشكل ده. طبعا لو عندك زيت زيتون هيبقى حلو جدا، لو حطيتي زيت زيتون هيبقى جميل. وادي اهو خد تشويحه معايا، هنزل بالحاجه بتاعتي البصل والطماطم والفلفل ونديها تقليبه. ودلوقتي هنزل بربع معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الملح، ونص معلقه من البهارات، واقلب المكونات بتاعتي كويس. وادي بعد ما قلبناه مع التوابل والبهارات اللي احنا حطيناها، هننزل بمعلقه كبيره من الصلصه، تمام كده. ونقلب المكونات بتاعتنا كويس قوي. ما عندكيش صلصه حطي كاتشب، ما عندكيش كاتشب ولا صلصه مفيش مشاكل. وادي السوسيس اهو بدأ يستوي معايا، شايفين هو اصلا يعني حاجه جاهزه تقريبا، هو مستوي يعني يا دوبك احنا بنديله تشويحه بس مع الخضار بتاعنا ده، بحيث ان هو بس يدبل معانا. اول ما يدبل معانا خلاص هيبقى كده استوى معانا. وحاولي طبعا ان انتي ما تقلبيش فيه كتير بحيث ان هو ما يفرهدش منك ويخرج. وادي السوسيس اهو بعد ما خلص معايا. طبعا ممكن نعمله سندوتشات فينو بيبقى حلو قوي، ممكن نعمله سندوتشات بلدي برضو بيبقى جامد جدا. ممكن نحط معاه جرجير، ممكن نعمله جنب مكرونه بالصلصه، او مكرونه سباكيتي مسلوقه، اللي هو ليه اكتر من طريقه. وممكن كمان نحطه على المكرونه بيبقى حلو جدا. وممكن نعمل جنبه بطاطس محمره برضو حلو جدا. يعني ليه اكتر من طريقه وليه اكتر من اكله. المهم ان انتوا تستمتعوا باكلكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.